طلعت موضة غصون وبلال، شابط فيها حزين، شاكي وباكي وقال مش عارف يشكي ويبكي لمين. اهلا بيكم اعزائنا مشاهدينا، ومعانا النهارده ترند الشباب وابطال المهرجانات كابو جبلاوي. اهلا بيكم، نورتونا. اهلا وسهلا. انتوا الترند عندكم عالي جدا. احنا سمعنا عنكم كلام جميل جدا وانتوا مرتبطين كمان مع بعض في كل اغانيكم، بس دايما بيجيبوا انتوا بتضربوا بعض، مش عارفه ليه. اكشن زي صوره كده، ايه شو كده بس جميل. دايما الشغل اللي فيه تعاون ده بيبقى جميل. اكيد طبعا بيبقى جميل. انا عايزه كل واحد فيكم يعرف نفسه كده في جملتين صغيرين. اسمي محمود واسم الشهرة جبلاوي. انا بغني مهرجانات من 2007. واي نعم يعني مفيش حاجه كسرت قوي الدنيا معايا. ليه ده انتوا مكسرين الدنيا؟ واحنا امال احنا وصلنا لكم ازاي؟ اكيد طبعا، بس يعني النجاح سقف النجاح ملوش طموح زي ما بنقول. اكيد طبعا. طبعا يوصل لاعلى ليفل في المكان ده، وان شاء الله خير يعني باذن الله. وحضرتك؟ احمد والشهرة كابو ار سي سي. ليه كابو؟ كابو يعني كابو دي عشان خاطر على طول انا لابس الكاب يعني مشهور بيها. يعني ما بقلعش الكاب ده اصلا من عنهم يعني. فانت الكاب كله كابات. يعني فبغني برضو من 2007 برضو انا وجبلاوي، يعني تيم واحد وان شاء الله انتوا تيم جميل جدا جدا ومتعاونين. جبلاوي اسم الشهرة ولا اسمك الحقيقي فعلا وانت زودت يعني؟ لا، اسمي الحقيقي محمود وجبلاوي دي اسم الشهرة. اسم الشهرة. اخترت الاسم برضو جبلاوي بسبب ايه؟ طب هو كان لابس الكاب. ايوه اخترت الاسم ده. انت جابوك من على الجبل ولا ايه؟ لا والله مش انا اللي اخترته. احنا عندنا حته في المسله مكان منطقه في حته اسمها المزرعه. دي عباره عن ارض واسعه. كنا بنخرج من المدرسه، كنا فتره صباحيه، فبنخرج الدور كنا بنروح نلعب كوره هناك. فانا كنت بقف حارس مرمى، فكنت جبل بقى في الجون، فكنت بقف، فطلعت بقى عليا في الماتش وان شاء الله تبقوا جبل عالي جدا جدا في الغنى بتاعكم. احنا مش هنقول مطربين، احنا هنقول مؤديين. مؤديين مهرجانات جميله طبعا. هدفكم من المهرجانات حب الناس، وان الناس تبقى كلها حواليكم، والشهرة طبعا اكيد بتتمنوها جدا جدا ان انتوا تكونوا مشهورين. اكيد طبعا. اول ما بداتوا المهرجانات بداتوها مع بعض ولا كل واحد كان لوحده؟ هو انا كنت يعني هي المهرجانات عندنا بدات من الافراح. يعني الافراح كانت بتبقى شغاله في مزيكات بتشتغل بالدي جي بيشغلها. اشتغلتوا مع فريق يعني؟ اشتغلنا مع فرقه في الدي جي وكده، وقابلنا بعض في فرح، عامل ايه، اتعرفنا على بعض وبتاع. هو كان مع حد تاني، يعني كان معاه تيم تاني وانا كنت لوحدي. فجي قال لي طب ما نبقى مع بعض، بدل ما انا التيم اللي معايا ده من بره واحنا من بلد واحده ونتجمع. وفعلا اتجمعنا وقعدنا مع ناس زمايلنا وعملتوا شغل. ابتديتوا امتى؟ ابتديتوا الشغل بتاعكم ده امتى؟ ابتدينا مثلا في حدود 2009 2008. كنا برضه عاملين شغل. بس عملتوا شغل حلو. ايوه كنا بنعمل شغل. عندكم طبعا مشاهدين كتير على الفيسبوك والسوشيال ميديا كله. وصلتوا لكام دلوقتي؟ على التيك توك يعني انا عندي مثلا ايميلي 119,000 متابعين فعلا حقيقيين وبيتابعوكوا وبيتفرجوا وكل حاجه. وعلى التيك توك يعني برضك مش المنصه اللي انا كنت شغال عليها زي الفيسبوك وزي اليوتيوب. منطقه واحده من نفس المكان. يعني اكتر من اخوات. جمعكم شغل. معانا شغل، وغير كده برضو يعني في مواد برضو، اوعوا تتحسدوا بس. اوعوا تتحسدوا. وفي كده في مواد يعني مش المجال بس اللي بيجمعنا ولا الغنى بس، يعني مش ربنا ان شاء الله يا رب. فرح نتجمع، رايحين نسجل نتجمع، لا ممكن لو هو عنده مناسبه ببقى انا اول واحد، انا لو عندي مناسبه طبعا اول واحد. طبعا اكيد كده احنا طول ما بنسيبش بعض يعني. متجوزين وعندكم اولاد؟ الحمد لله. طبعا ولادكم فرحانين بيكم، بيحاولوا يقلدوا الكلام بتاعكم اللي انتوا بتقولوه. وبعدين احنا اكيد بتنقوا الكلمات اللي بتقولوها عشان دي داخله بيتكم. ده انا بشرط على الشاعر اللي بيكتب قبل ما خلوا بالكم لانها اختك ومامتك وابنك. طبعا اللي انا مش هرضاني ابني يسمعه اكيد مش هرضى غيري. الفن جميل والغنى حلو والطرب والمهرجانات جميل والفرحه حلوه. كفايه ان انتوا بتدخلوا الفرحه في بيوت الناس عن طريق الاطفال وعن طريق الافراح واعياد الميلاد والحاجات دي كلها. طب احنا ممكن نسمع بقى؟ ماشي. انا مش هقطع كلامك، انت كنت هتقولي ايه؟ انا بقول لك برضه عندنا يعني احنا حضرتك لما بنيجي مثلا نسجل كموضوع او كاغنيه برضه قبل ما احنا بنعرضها للناس عندنا مثلا يعني عيالنا في البيت بتسمعوها لهم الاول. عجبوهم خلاص يبقى ننزلها، مش عجبوهم بنمسحها. هم المشاهدين بتوعكم الاولانيين. لو في كلمه خارجه ممكن احنا ما ناخدش بالنا منها، ممكن انا شايفها عادي. ممكن طبعا هي تشوفها تقول لي لا الكلمه دي مش عادي، دي خارجه. نرجع تاني نروح معدلينها. اهم حاجه انك انتوا واخدين بالكم من الموضوع ده جدا. طبعا. لان انتوا عارفين الناس المشاهدين كلهم والناس زمان
وكله بيقدر الفن وكل حاجه، أكيد. بس دايما ينتقد يقول لك الكلام فيه اسفاف. لازم ده طبيعي. الحته دي طبعا نعمل حسابنا يعني لان حسابنا في الحته دي قوي يعني. فانتوا ناخد بالنا طبعا من مخلين بالكم من ده. لا ده اول اغنيه غنيتوها وهو مع أول بعض أغنية مع بعض أول كانت اغنيه اسمها بلالينو. يعني دي كان اول ما كنا فتحنا مين اللي بيألف لكم كان الاغاني؟ كان اللي كاتب الاغنيه دي كان سماكه، اخ لينا من السويس. السويس يعني. هو اللي كان كاتب لنا الاغنيه دي يعني، واشترك معانا فيها برضو ده. واشتهرت وجابت شغل جابت وترند شغل. كان اول يعني هي كان بابها باب رزقها واسع زي ما بيقولوا يعني. دايما دي يا اول رب مره رزقكم يكون في واسع. الحلقه على الواتساب يعني لقيت يعني عندي والناس اللي عندي لقيت كله ناس كانوا اقبال شغال. جامد عليه، وابتديتوا بقى انبسطتوا ان انتوا اشتغلتوا وابتديتوا يعني من اول اغنيه اهو ربنا بيقول لكم الحمد لله. تستمروا مع بعض. طبعاً الحمد لله. حصل مشاكل في الشغل طبعاً. طبيعي، الاخوات بيتخانقوا. طبعا حصل مشكله بيني وبينه واتفصلنا، قعدنا فتره منفصلين عن بعض. هو ما عطلش واشتغل وانا برضو ما عطلتش واشتغلت، بس انتوا مع بعض كاركتر حلو. وحتى يعني المنطقه في الناس عندنا يعني الاسمين بقوا مربوطين ببعض، كابو وجبلاوي يعني. ما ينفعش الاسم ده أيوة. يتكتب وده لا لازم الاثنين مع بعض. انتوا كاركتر حلو مع بعض فعلا دي حقيقه يعني. حتى اسم التيم نفسه RCC يعني لما بنيجي مثلا نخش فرح بيدونا تحية في المايك ولا حاجه ما بيقولوش ليكوا اسم RCC. لا كابو جبلاوي يعني، حتى اسم التيم يعني مرتبط خلاص. سلت عليه خلاص نسيته فعلا دي حقيقه. عند الناس واللي معلق مع الناس هو كابو جبلاوي. انا دخلت دورت على كابو جبلاوي، ما دورتش على RCC. واول ما اسمع هتلاقي كل حاجه بيدور على كابو جبلاوي وما بيشوفيش RCC يعني. اول اغنيه كانت قلتوا لي كانت بلالينو. واخر حاجه غنيتوها اخر حاجه احنا لسه كنا مصورينها، بس دي لسه طبعا هتنزل خلال ايام ان شاء الله. ان شاء الله. اسمه مهرجان كليب جاي واخدك وش. وكان في اغنيه قبلها برضو كنا مصورينها كليب اسمها كايرو كايرو. في اغنيه اثرت فيا قوي الحاجات كلها بتاعت المعادي يعني. مالكم من بتوع المعادي؟ كايرو اخواتنا وعلى راسنا، بس يعني في دعابه كده في الاغنيه يعني دي كايرو كايرو اللي يعني دي اصل اساسها دي اللي هي كايرو كايرو. دي اساسها كان يعني ليها زميل برضو من اسكندريه اسمه الشاعر الخيالي. كان كاتبها بطريقه اسكندرانيه، فاحنا لما جينا طبعا احنا حولناها غيرنا اللحن يعني بحيث اللي هي تبقى ايه بعيد عن الاسكندريه. لون الغنى طريقه الغنى، ما هو الغنى ده عشان تبقى بتاعتكم وتناسب الناس اللي طبعا. وكل واحد لازم يبقى مميز بحاجه يعني. احنا ما ينفعش مثلا ايه سامعين مثلا ده بيغني نغني زيه، لا احنا بنطلع بلون تاني. اللي كاتب الكلام في الغنى هو عشان اسكندراني فكاتب على نفس لونه. فليه لون الاسكندراني ليه لونه وليه ناسه يعني. احنا هنأديه بس طبعا هم دي حتتهم. ايوه فاحنا بقى حولنا الكلام، هو الكلام مكتوب اسكندراني احنا حولناه بطريقتكم. وبيرجع بقى برضك للموزع اللي بيوزع لنا. بتختلفوا في يعني مثلا ساعات تيجي لي اغنيه مثلا ممكن ما احسهاش وانا بقولها. ايوه طبعا بتختلفوا في انك انتوا بتغيروا يعني. ايوه احنا بنقف قدام المايك كده نقول مثلا يعني. البار جه حلو، لا مش حلو يا كابو، ممكن تضيفوا عادي. لا مش حلو يا جبلاوي عيد حاضر. لا مش حلو يا كابو عيد حاضر كده. مثلا ما جاتش النهارده مثلا معانا مش عارف ايه، حاسس ان الموضوع عرفته مش كويسه خلاص نطلع من اللون نفسه نعمل حاجه تاني وبعد كده نرجع تاني نلاقي تغيروا يعني. بس اللي بيتعب اكتر واحد بقى الموزع لان هو بيبقى فاتح بروجكت شغال عليه. ايوه فانت بقى لما بتغير رايك فبيضطر ان هو بيغير كل حاجه وبيغير طبعا كل حاجه. فهو اكتر واحد بيتعب هو الموزع، افكاره بيبقى معانا برضه. لا وهو اكتر واحد بيتعب يعني. دي هتبقى احسن لان هو اللي بيتعب وبيعمل مزيكا. ويعني ايه بنبدا نيجي نشتغل على المزيكا مثلا اللي هو اول حاجه هنسمعها ايه النهارده؟ كايرو كايرو ان شاء الله، توزيع دولسيكا غناء كابو جبلاوي. نطلع فاصل ونرجع.